شكرا امين السبتي. تحيه طيبه مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان عبر قنوات بي ان سبورتس. هذا هو ملعب لوران بوكو في الحضور الرسمي الثاني لاسود الاطلس في نهايات كاس افريقيا الكوت ديفوار 2023 بعد الصوره الممتازه والانطلاقه المثاليه لاسود الاطلس 3-0 امام منتخب تنزانيا. مباراه اليوم هي مباراه للتاكيد مباراة انتصار تعبد المسار نحو الدور الثامن النهائي، وبالتالي مباراة ثالثة قد تكون فرصة لبعض الأسماء الاحتياطية لتأخذ دقائق في هذه المنافسة القارية. وهذا هو الهدف الرسمي لوليد الركراكي في حسابات الست نقاط والصدارة هذه المجموعة، لأن الصدارة مهمة جدا للبقاء في مدينة سان بيدرو. بأي اختيارات بأي أسماء وليد الركراكي سيبدأ هذه المواجهة، نفس العناصر، يثبت نفس التشكيل استثناء الوحش زياش يمرر حكيمي يرفع في القائمة الثاني بالراس والهدف كان قريب التصدي من امباسي يحرم السود الاطلس من هدف مبكر، بل يحرم المنتخب الكونغو اليوم ثأرية بعد الناس. ممكن فكرة هنا كرة ترفع والراسية تصدير جول اول مبكر اشرف حكيمي. نعم اشرف حكيمي يفتتح باب التسجيل. هكذا البداية وهكذا الانطلاقة، واي انطلاقة مثالية يا مغرب، اي انطلاقة مثالية يا مغرب. موروكو هنا الراية المغربية خفاقة في مدرجات ملعب بوكو بفرحة وبابتهاج بأول جول لأشرف حكيمي من أول ركنية ومن ثاني لمسة بعد كويت. حتى الآن لم نشاهد بقية اللاعبين، وهذه ميزة عند المنتخب المغربي، يعني دكة الاحتياط الأسماء الاحتياطية في نفس مستوى في الكنترول. زياش يبحث عن التسديد، كانت قريبة الاسماء لتجيد استغلال المساحات. هنا العرضيه خطيره وصلت على الطرف الايمن كاكولو، هنا التسديد حذاري ونايف فكرة بعد ذلك الى الركنيه. نعم الركنيه ستمنح الامتياز لحكيم زياش، يكون عن طريق محمد الشيبة. الثانيه رجعت مغربيه فيها عرضيه من حكيم. في بعض الاحيان انت ملزم انك تنقص من ايقاع اللقاء. عرضيه يا يوسف لم يركز فيها، مسيري لم يركز. ممكن دي صابر شاف أناحي في المباراة الأولى. نزلت مغربية فيها تمريرة بالكاح، يرفع كرة سفيان والثاني ممكن، ولكن حارس المرمى باسي تأتي من زياش من بعيد، ولكن كأس العالم. ولكن قبل الإقصائيات محاولة تجاوز سفيان مرابط، هناك خطأ يذلك في المساندة الدفاعية. الكرة عالية كان الماضي تصل إلى 74%. ما شاء الله تبارك الله. غانم سايس الزيادة العددية وسام خاصة في الدفاع. هذه كرة مرفوعة داخل منطقة الجزاء، ولكن تصل بعد جانبين بالانطلاقة. يوسف الكنترول باسي الكونتيت ايضا ستلعب الضربة الحرة مرفوعة الكرة الراسية خطيرة مرت السلامة على كرة كانت صعبة جدا. نتائج متباينة حقيقة. سيس في اللقطة الماضية منطقة الجزاء، إذا لا زالت على الكبار. أنا كبير. لاعبي الكونغو يقولون كان هذه من هذه الزاوية كرة الماضية. إذا واويرو يشير إلى لمسة يد وضربة. إذا جاءت لحظة التسديد مشاهدينا الكرام. سيدريك ولحظة التنفيذ. بونو برا يا كبير يا بونو، ثقتي كبيرة فيك يا بونو. هكذا كانت الصورة. اسمع حاضر بشخصيته بالكاريزما، نعم، وبذكريات كاس العالم. ارتكبت خطأ يا زياش وبطاقة صفراء. الدفع كان موجود في حق اللاعب أشرف. زياش ارفع يا زياش، الثاني يا سفيان. كونغو الديمقراطية سيدريك باكامبو في صراع مع رئيس الاتحاد الافريقي، لأن كل ما المنتخب الكونغو ضربة مرمى منطقة الجزاء. ترفع الكرة ياسين في مثلث رائع. زياش عندك يا زياش يمر. لا يا سايس.
نايف اكرد. يلا الانطلاق في الطرف اليمين هنا خطيره وسفيان يراقب. ممتاز سفيان يرمي بعد مرة أخرى التغطية من إينونغا ونهاية شوط المباراة الأول بتقدم نعم لمنتخب. اختياراته بياسين بونو في حراسة المرمى، أشرف حكيمي، غانم السايس، نايف أكرد أنه يوصل لمرمى الحارس ياسدو كارت أصفر. سترفع ديال الكرة خطيرة، مرة جانبية سلامات وإنذار آخر يرسل. والثالث أيضا سيكون. يلعب التماس داخل منطقة الجزاء، حذاري من المتابعة من المقصية ولكن فيها تغطية بعد هنا لمسة من زياش، العرضية من حكيمي والثانية سفيان غير معقول. انطلاقة من سفيان يمشي على جبهته اليمنى. سفيان زياش يمرر فيها جول لا خطأ من سفيان وصعبان الأقرب. بعد ذلك نايف براس يقرب المغرب الانتصار والتسديد لكن مرة جانبية. ماسواكو زياش يدخل ناحي يلعب الوان تو، نريد الثاني حتى نطمئن أكثر. وشيبي رد بالك يا شيبي، هنا العرضية وست في صدارة المجموعة. يلا يا سفيان مرة في الكرة كانت خطيرة ويا سلام. ركراك انتبه الوقت. نعم لسبب واحد فقط، مرمى تنزانيا في دار السلام. زياش لا زالت موجودة، العرضية على القائمة الثاني. كم كانت صعبة، كما كانت القرارات الانضباطية هنا من حكيمي. وسط كونغولية يرسل في العمق. أين المدافعين؟ الشيبي يغطي والحكم وويرو يقول ارتكب. نعم لاستلقاء الانفاس لأنه الحلقة المفقودة في عملية التنشيط الهجومي الكبير. فتحية لكل من. إذا ترفع ديال الكرة وياسين حكيمي مامورشا حكيمي والخطيرة، الكرة صعبة على مرمى ياسين، العرضية وهدف التعادل. كاتومبا مفومبا اللاعب البديل يستفيد من عرضية اللاعب إيليا. البدلاء من صنعوا الهدف، البدلاء من كانوا حاسمين في هذا الهدف. إيليا العرضية وبعد ذلك كاتومبا مفومبا يضع في الشغل. إيليا صعبة، بدأ يستشعر الخطورة الأكبر وليد الركراك قبل إيليا. خطيرة اللاعب إيليا كل في الشباك، ونعتقد أن إيليا سيعاود الكرة.